يمكن من الحاجات اللي خلتني انبسطت شوية لما اتفرجت على ماتش المنتخب هو اني في الماتش ده انا شفت رد على كذا رسالة. والكذا رسالة دول مش هنقول ان هو ممكن يكونوا رسائل بشكل مباشر للجمهور، لان من الواضح ان هو مفيش حد من الجمهور كان بينتقد حسام حسن في الفترة دي، بل بالعكس في ناس كتيرة جدا بتدعمه، وخاصة بعد المستوى اللي قدمه في افريقيا. وكمان يعني بعد ما اتسحبت البطولة كاس افريقيا من السنغال وبقت موجودة مع المغرب. وده الجميل اللي شفناه في ماتش السعودية. ماتش مصر والسعودية كان من الماتشات الجميلة جدا. الرد على الانتقادات اللي كانت موجودة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي ليستروب، وده بيوضح قد ايه ان الجماهير دي عندها حق. الناس مغلولة من يستروب علشان هو ما بيقدمش تكتيك بشكل كبير. انا وصفته في الفيديو بتاع امبارح ان انا قلت فيه ان هو مدرس العاب، بس واضح ان فعلا مدرس الالعاب بيفهم اكتر منه. واضح ان مهن كتيره وناس كتيره بتتكلم او بتتعامل بشكل عام في اي مهنه في الدنيا ان هم بيفهموا اكتر من يسترب. وده الجميل جدا، ده شفناه بشكل واضح لان ناس زي مثلا زي احمد سيد زيزو وامام عاشور وتريزيجيه كانوا بيقدموا مباراة قوية جدا 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 جدا، طبعا بالاضافة لعمر مرموش. بس احنا بنتكلم السبوت على الثلاثة دول لان ده تركيز مهم جدا في نقطة ان في مشكلة موجودة في النادي الاهلي، والمشكلة دي مش بتكمن في ان اللعيبة ذات نفسها يعني متخاذلة، بل بالعكس هو المدرب المتخاذل، المدير الفني اللي موجود هو المتخاذل. ودي رسالة من الرسائل اللي قدمها حسام حسن للجمهور من خلال مباراة السعودية. ممكن نشوف ان ماتش السعودية ده من الماتشات اللي تعتبر ماتشات ضعيفة شوية. يعني المستوى اللي اتقدم من السعودية مش هو المنتخب السعودية اللي احنا عارفينه. واللي يراجع ورايا في الموضوع ده، احنا اهم لعيب في السعودية اللي هو سالم الدوسري ما كانش موجود في الماتش. بغض النظر بقى اذا كان هو كان هيرفي رينار كان بيحاول ان هو يجرب بعض اللعيبة الصف الثاني او الصف الثالث بالنسبة للمنتخب السعودي. بس يعني خلينا برضو نتكلم في حاجة في الجزء اللي بيتعلق بالمنتخب السعودي. المنتخب السعودي اللي هو بيتكون من بعض اللعيبة اللي هي تعتبر اللي قدموا المستوى الغريب بالنسبة للمنتخب المصري قدام المنتخب المصري بشكل عام. لقيناهم ان هم كان المستوى مهزلي. بعض الاسماء ما شفناهمش زي مثلا على رأسهم سالم الدوسري، يعني من ضمن الناس اللي هو صاحب اشهر ار2 حصلت في تاريخ، أو مش هقول لك اشهر ار2 في تاريخ كاس العالم، لا هو اشهر ار2 حصل في كاس عالم 2022 اللي كان قدام الارجنتين، واللي بسببه الارجنتين اتهزمت الهزيمه الوحيده في البطوله اللي انتهت بان هم يكسبوها وليونيل ميسي رفع الكاس. وكانت يعني شبه الرقصة الأخيرة بالنسبة لميسي مع منتخب الأرجنتين. لكن المنتخب السعودي اللي موجود هيرفي رينار اللي كان موجود مش هو ده منتخب السعودي، مش ده منتخب هيرفي رينار. هيرفي رينار اللي يعتبر لعب مع منتخبات كتيرة وكسب بطولات كتيرة ولعب، كان ند قوي جدا قدام منتخب مصر. ما كانش ند سهل في مباراة ودية زي مباراة مصر والسعودية بالشكل ده. طيب المباراة دي بالنسبة لي ممكن اقول مثلا اللي هو المستوى اللي طلع من لعيبة منتخب السعودية ده ببساطة شديدة جدا، لان الدوري السعودي كان مركز على حاجة واحدة. مركز على ايه بالظبط؟ مش مركز على صندوق الاستثمار السعودي. بيعمل ايه من صندوق الاستثمار السعودي ده؟ بيجيب اقوى
اللعيبة على مستوى العالم اللي هي خلاص قاب قوسين أو أدنى من الاعتزال، أو عايزين يكونوا شوية فلوس علشان خاطر هم لعيبة كورة محتاجين فلوس زيادة شوية، فقرروا إن هم يتعاملوا مع الدوري السعودي أو دوري نوشن أو دوري اللي هو الدوري السعودي بشكل عام، وبيتعاملوا مع الدوري بحيث ان هو ده دوري احنا عايزين نستمتع، احنا عندنا كريستيانو رونالدو، عندنا ساديو ماني، عندنا كريم بنزيما، عندنا نيجولو كانتي، عندنا ناس كتيرة جدا 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 ممكن تكون موجودة، سواء بقى إذا كان في الهلال، في الاتحاد، في الأهلي السعودي أنا أقصد، ما إلى ذلك. فبنشوف منافسة قوية بتحقق أرباح من إن أنت تتفرج على دوري روشن اللي هو الدوري السعودي، فبالتالي انت بتشترك علشان تتفرج على الناس دي، فانت بتحقق للدوري السعودي ده ارباح. ده شكرا احنا بالنسبه لنا ده كدوري سعودي ده بالنسبه لنا. طيب المنتخب ضرب منك، يعني انت بالنسبه لك المنتخب كده انت فرط منك بشكل كبير جدا. المستوى اللي احنا شفناه ده مستوى هزلي تماما جدا، يعني مش ده المنتخب السعودي اللي احنا كمنتخب مصر بنخاف منه. وده الكلام اللي هو يكفي بالنسبة للمنتخب السعودي. طب تعالوا بقى نتكلم على المنتخب المصري. حسام حسن قدم رسالة زي ما انا قلت، رسالة منهم ان هو فكرة ان لعيبة الاهلي زي مثلا زيزو وتريزيجيه وامام عاشور، الثلاثة دول تحديدا ما كانوش بيقدموا المستوى الكويس مع النادي الاهلي. مش دول اللعيبه، مش ده مستوى اللعيبه دي اللي خرج من الترجي من كام يوم، لا بالعكس دول لعيبه اللي هم ظهروا الوجه الحقيقي ليهم. طيب ايه اللي كان بيحصل في النادي الاهلي؟ ببساطه هو المدير الفني يقدر ان هو يلمع لعيب، ويقدر ان هو ما يعني يدفن لعيب بشكل كبير. وواضح ان يستروب من ضمن الناس اللي هو يقدر ان هو يدفن اللعيبه بشكل كبير، وبسم الله ما شاء الله هو دفن كل لعيبه النادي الاهلي. كان يعني يستروب قام بالواجب والزياده معاهم. يعني هتقول لي يعني الكلام ده يا باشا مستحيل. طيب تعالى نتنقل لماتش ودي برضو كان منتخب المانيا كان بيلعب فيرتز اللي هو لاعب ليفربول، اللي هو يعتبر بينهالوا عليه بالشتايم نظرا ان هو مستواه زي الزفت او مستواه مزري، اللي هو يعتبر احنا ما شفناش المستوى المزري ده غير تحت ايد ارن سلوت. وكانت النتيجة ان هو سجل هدفين وصنع هدفين، وفاضل ان هو يعني يستولى على الملعب بشكل كبير. يعني وهو طالع نجم المباراة بشكل كبير وهو بيلعب مع منتخب ألمانيا، واحنا عارفين ان احنا منتخب ألمانيا ده منتخب ما بيهزرش تماما. طيب فيرتز ما بيعملش ده مع ليفربول ليه؟ بسبب المدرب. ببساطة المدرب عنده القدرة ان هو يلمع لعيب. طيب انت مش حاطط احتمال انه ممكن يكون اللعيب ذات نفسه متخاذل؟ لا مش حاطط احتمال. اللعيب لو متخاذل هيطلع في منتخب في ماتش ودي زيه زي ماتشات العادية بتاعة الفرق بتاعته، مع وضع في الاعتبار ده ماتش ودي مش رسمي. تمام؟ يعني تقدر ان انت ليك الصلاحية ان انت تتدلع فيه. تمام؟ اتدلع فيه يا عم، وطلع الدلع بتاعك كله في الماتش عادي. يعني ممكن تتمرن بجد شوية علشان خاطر بس ان انت تثبت نفسك، بس انت يعني من حقك تدلع عادي يعني في ماتشات الودية عادي، مع احترامي. يعني ممكن ان انت ماتش الودي انت لو اتدلعت فيه انت ممكن تدفع ثمنه ان انت ما تلعبش بطولة مهمة زي بطولة كاس العالم اللي جاية. طيب
المستوى اللي انت قدمته مستوى قوي جدا. اذا انت شلت من على دماغك فكره ان انت المشكله فيك، او المشكله اللي موجوده، او مشكله النادي اللي انت بتواجهها، اللي انت واحد منهم، ان هي المشكله فيك. انت بتقول المشكله موجوده في المدير الفني اللي المفروض ان هو فاهم وعارف كويس جدا انت المفروض بتعمل ايه. فدي اول رساله قالها حسام حسن من ضمن الرسائل الكتيره اللي قالها في الماتش ده. طيب ماشي، رساله جديده بقى. واحد من ضمن الناس اللي تألقوا، وبالمناسبه ان هم احرزوا هدف واحد، اللي هو مين؟ اسلام عيسى. طيب اسلام عيسى ده رساله من الرسائل بتاعت حسام حسن. اسلام عيسى كان من ضمن القائمه بتاعت حلمي طولان اللي كان رايح سبوبه كاس العرب. سوري يعني ان انا بقول ان هي سبوبه، فهي واضح ان هي سبوبه كاس العرب. طيب عمل ايه؟ ولا حاجه. وكان من ضمن الفريق ده كان اسلام عيسى. طيب حسام حسن لو كان موجود في منتخب مصر معاه اسلام عيسى في كاس افريقيا، كان الوضع كان ممكن يبقى ايه؟ اعتقد انه ده من ضمن الكروت اللي كان ممكن يتعامل بيها حسام حسن. الوضع اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي كان نوع من انواع الحرب اللي كان حسام حسن كان بيتحارب بيها، علشان خاطر يقولوا لا، المدير الفني اللي انتوا عمالين تتكلموا عليه وتقولوا ان هو الوحيد اللي ينفع لمنتخب مصر، اهو هو ده اللي احنا بنضحك عليه دلوقتي. طيب الوضع دلوقتي حلمي طولان خرج بفضيحة من كاس العرب، وحسام حسن وصل لربع نهائي كاس افريقيا، والفريق اللي خرج بسببه في كاس افريقيا كسب البطولة. سوري، وصل لنص نهائي كاس افريقيا، والفريق اللي خسر منه في نص نهائي كاس افريقيا كسب البطولة، واتسحبت منه وراحت لفريق تاني. فده الفرق اللي ما بين حسام حسن وما بين حلمي طولان. حسام حسن واضح جدا ان هو واخد نضج كبير جدا في التعامل مع بعض الملفات والتعامل مع الناس اللي بتهاجمه. انا انبسطت جدا من ماتش السعودية، بالرغم من انه هي تجربة ممكن تكون فخ بالنسبة لناس كتيرة جدا. يعني انا بالنسبة لي انا اتفرجت على الماتش، شفت مستوى كويس جدا لمنتخب مصر، شفت مستوى قوي جدا بالنسبة للعيبة كتيرة، شفت عودة قوية لواحد زي محمد عبد المنعم وانبسطت له جدا. شفت مستوى قوي جدا من هيثم حسن اللي هو يعتبر بيتجهز ان هو يكون خليفة لمحمد صلاح بعد الاعتزال. ومحمد صلاح ليه فيديو لوحده بالنسبة لي، يعني انا ما اتكلمتش عن محمد صلاح لغاية دلوقتي، بس انا هنزل بيه في الفيديو الجاي. فمعادنا ان شاء الله في ماتش ممكن يكون اقوى شوية، مواجهات فيس تو فيس احسن بشكل كبير، ممكن تقيس مستوى منتخبنا بشكل اقوى شوية، وهو منتخب اسبانيا. فبالنسبة للماتشات الودية اللي بتاعت منتخب مصر، انا بالنسبة لي انا شايف ان دي استعدادات مهمة جدا، خصوصا ان احنا داخلين على محفل مش سهل خالص. تجربة السعودية تجربة مهمة جدا استعدادا ل بلجيكا ونيوزيلندا وايران، بس ايران اكتر. ده لو يعني احنا لسه المناوشات لسه مش عارفين اذا كانت ايران هتشارك في كاس العالم ولا لا بسبب الحرب. بس على فرض ان احنا لو قابلنا ايران فاحنا استعدنا لها بشكل كويس لما احنا قابلنا السعودية. استعدادات او الماتش الودي اللي هيتعمل ما بين مصر واسبانيا ماتش مهم جدا، ماتش يثبت لنا حاجات كتيرة جدا. هل احنا
قادرين ان احنا نقدم مستوى كويس جدا قدام اسماء تقيله زي نيكو ويليامز ولامين يامال، والاثنين دول بالذات، لان نيكو ويليامز اللي هيقابله محمد هاني او الباك اليمين، لامين يامال المفروض اللي هيقابله احمد فتوح او الباك الشمال. طيب احنا هنتصرف مع اجنحه زي دي عامله ازاي؟ بيدري المفروض ان هو هيقابله مروان عطيه مثلا. الحاجات اللي زي دي يعني مواجهات قويه. من ضمن الناس اللي بنتفرج عليهم، اللي بنحب ان احنا نتفرج عليهم وبيعتبروا بالنسبه لنا قدوه. مش هنقول ان هم قدوه قوي، لان يعني ايه، معدل الاعمار اللي موجود في منتخب اسبانيا اكيد اقل بكتير جدا من معدل الاعمار اللي موجوده في منتخب مصر، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نتفرج على ماتش في اختبار قوي زي الاختبار بتاع مصر واسبانيا. اتمنى ان هي تكون تجربة مثمرة بشكل كبير، واتمنى ان احنا نقدر ان احنا نطلع حاجة من الحاجات الجميلة دي. وختاما يعني كان اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى ان الفيديو ده ينتشر، لان الانتشار بتاعي في خلال الفيديوهات اللي فاتت دي ضعيف جدا، فاتمنى ان يبقى يحصل انتشار، وان الناس تتكلم معايا ونتناقش في الكومنتات. انت ايه رايك في مستوى المنتخب مع حسام حسن؟ وهل احنا ممكن ان احنا ممكن نبقى شكلنا كويس جدا في كاس العالم، ويبقى اول تسجيل، اول فوز لينا، او اول 3 نقط لينا في كاس العالم، ولا هيبقى الحال على ما هو عليه؟ مصر شاركت 3 مرات ما كسبتش ولا مرة. المرة الأولانية خسرنا 4-2 من المجر، فدي كانت نوك اوت من أول مباراة خالص. المرة الثانية كانت دور مجموعات، خسرنا مباراتين وتعادلنا مباراة، أو تعادلنا مباراتين وخسرنا مباراة كده يعني. والمرة الأخيرة كانت في 2018، خسرنا ال3 مباريات. فأتمنى ان احنا نقدم مستوى احسن بكثير جدا من كل المرات اللي احنا صعدنا بيها لكأس العالم. ختاما، اتمنى اني اكون بقدم محتوى كويس، واتمنى ان احنا تظبطوا لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اول باول. شكرا، سلام عليكم.